ده آخر يوم في حياة سبونج بوب وبسيط. هما فرحونا كتير، بس كل واحد لازم هيكبر ويعجز في يوم من الأيام. بسيط بيبص لصاحبه وهو نايم على سرير المستشفى، وصوت صفارة الأجهزة بيعلن إن حياة صاحبه انتهت. بس دي طلعت مجرد مقلب. سبونج بوب بيدور على بسيط، وصوته العالي وهو بينادي ضايق الجيران. سبونج بوب حكى لجاره حكاية، فالجار اتأثر وقرر يساعده يلاقي صاحبه. والمرة دي نداء سبونج بوب لقى رد، وارتاح جدا لما لقى بسيط أخيرا. بسيط قال: هو أنا أعرفك يا كابتن؟ بسيط: ده أنا. فاكر مين اللي ساكن في قاع البحر جوه تنبنايا؟ مش عارف، حد بيعمل حركات عجيبة؟ سبونج بوب سكوير بانتس. سبونج بوب عزف نغمة مميزة وعزم بسيط يلعب معاه، بس بسيط كان خلاص عجز وبقى يعمل بس الحاجات اللي بيعملوها العواجيز، زي إنه يمشي وظهره محني بالراحة، ولما بيجي ياكل بيمضغ بتأني خالص. بسيط قال: الشكوى والاعتراض ممتعة قوي، ومسك حد من الحاضرين وفضل يوبخه بنرفزة. سبونج بوب اقترح يصطادوا قناديل البحر، بس بسيط خاف يتعبه، فاقترح يبنوا قلعة رمل، وبسيط شاف إنها ممكن تقع. طب نفقع فقاعات صابون؟ مفيش مشكلة منها. انت عايز تتعبني وتخلص عليا يا بني؟ لا، لازم نتصرف على قد سننا. سبونج بوب فكر يعملوا حصن يستخبوا جواه، بس بسيط كان عايز ايامه تخلص بسرعه ويرتاح. سبونج بوب كان مؤمن ان الكبر مش معناه فقدان الحيويه، فقرر ياخدهم ويطلعوا بره. طلب من العواجيز يتسلقوا الشجره، بس ده كان صعب عليهم، ورغم ان جسمهم بيوجعهم سبونج بوب قالهم متقلقوش، ده وقت الحفله والرقص. العواجيز بداوا يناموا وهم واقفين، فسبونج بوب على الصوت على الاخر عشان يصحيهم، بس الصوت كان مزعج لسنهم. أخذهم بره يشموا هوا نضيف، فالمجموعة لمحت مكان الألعاب وبقوا مهتمين يروحوا هناك عشان يرجعوا روح البهجة. الناس كانت فرحانة وهم بيلعبوا، بس بسيط ما كانش طايق الشخص الآلي اللي بيعرض على المسرح وشال راسه. هو ده اللي أسميه مزيكا بجد، أنا آسف. واحد من العواجيز غلط وافتكر حد واقف إنه شاكوش خشب، حتى البيتزا ما كانوش عارفين ياكلوها كويس. في اللحظة دي بسيط كان هيفقد توازنه في المية، بس سبونج بوب لحقه في الوقت المناسب. سبونج بوب لاحظ إن شكله في المراية بقى عجوز، فقلد بسيط وبدأ يمشي بعصاية، وفجأة وقع على الأرض واكتشف إن المية اللي في جسمه اتبخرت. وبعد ما بسيط امتص الرطوبة دي رجع بنشاطه وصغير من تاني، وبدأ يهتم بسبونج بوب بكل حنان. أفشتك،